خامس يوم في الأسبوع ال19 من بعد عملية التكميم، ويلا نشوف النهاردة يومنا مشي ازاي. الناس كلها مستغربة ازاي احنا عاملة عملية تكميم وازاي باكل كرواسون وازاي باكل الحاجات دي. عادي، احنا مش محرومين من حاجة، كل حاجة مسموحة لنا ولكن بحساب. يعني مثلا الحاجات دي احنا ممكن ناخدها مرة واحدة بس في الأسبوع، سواء كانت معجنات او حاجة حلوة. حتى لو انت عاملة نظام غذائي مش عاملة تكميم ولا تحويل مسار، احسن نظام تمشي عليه ان انت تاكلي كل اللي نفسك فيه ولكن بحساب. يعني مش طبيعي عشان انا عامله عمليه تكميم ابقى محرومه من حاجات كتير، لا طبعا. انا باكل كل اللي نفسي فيه ولكن كل حاجه ليها وقت معين. بعد الفطار ما ننساش ناخد الاوركنتا علشان تدينا شويه طاقه وباور كده ونقدر نكمل اليوم بصحه وسلام. اي نعم انا خربتها، ولكن الداجو هو منقذي، فلازم اخد 2 سكوب في اليوم علشان اي لعبكه انا عملتها في اليوم هو يصلحها. لان زي ما احنا عارفين الواي بروتين مش بس بيديكي فيتامينات ويزودك عضلات، هو كمان بيساعدك ان انت تحرقي الدهون. فبالنسبه لي ومن بعد ما شفت نتائجه بقى بالنسبه لي اهم من الوجبه. غدايا النهارده كان حواوشي واكلت اللحمه بس ما اكلتش العيش، والحته دي ما كانتش مستويه ولكن هي دي اللي انا لحقت اصورها. مين بيحب التوت زيي؟ على فكره لينا كوبايه كامله في اليوم عادي.